هنالك بيت من الشعر مأثور عند العرب يقول: وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. نحن الآن في برنامج المسامح كريم، معنا قصة جديدة، قصة بين فتاة وأمها متخانقين إلهم سنة ما بيشوفوا بعض. البنت بدها تستعيد العلاقة مع أمها. بنشوف كل هالحكاية ولكن مع صاحبة الدعوة الفتاة نهى طارق. أهلا بنهى. أهلا بنهى. أهلا نبيني، تفضلي. كيف أحوالك نهى؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. شو عم تعملي بهالدنيا؟ بعرف أنا قصتك، عرفتها شوي، قريت عن قصتك، حكايتك أنت والوالدة. بقى بنشكرك على ثقتك إنك جيتي على البرنامج حتى تحاولي تسترجعي العلاقة، ولازم. بعتقد الأم حنونة عادة. طبعا. هي حنونة؟ جدا. هي حنونة. نهى قصتها قصة مع أمها مش عويصة كتير، ولكن قصة البنات هيك في أول عمرهم، يعني بنقول خلاف العقليات بين الأجيال. يعني كانت مخطوبة لشاب، وظاهر الشاب ما كانش عاجب الأم. بقى استمرت الخطبة، ولكن استمرت الأم في تصرفاتها اللي بالأخير خلت هذا الشاب يهرب. بقى خسرت نهى فتى أحلامها، واللي كانت تعتبره بده يصير زوجها. بقى الأم اسمها جيهان. جيهان عمرها 38 سنة ونهى عمرها 24 سنة. يعني الفارق قصير بين بعضكم، كأنها صديقتك. طبعا. يعني الفرق 14 سنة أنت وأمك. مش هيك؟ شو عندك إخوان غير يعني أنا الكبيرة. أنت الكبيرة، وشو بعدين شو في أولاد غيرك؟ 4. 4 أولاد. 3 بنات وولد. 3 بنات. شو وضعكم العائلي؟ الماما لوحدها؟ بابا مسافر. بابا مسافر. بس مش متطلقين؟ لا عايشين مع بعض. بس هو مسافر شغل. بس انت تركتي البيت وتركتي الوالدة ورحتي لعند خالتك، البابا عارف؟ لا. سنة مش عارف؟ لا عارف، بس عارف ان في مشاكل، بس ما يعرفش يعني ايه حجم المشكلة اللي وصلت الموضوع لكده. ان بابا بينزل قليل قوي ان هو ينزل، يعني عشان شغله على طول بره. طيب شو صار بهالحالة بينك وبين الماما؟ يعني ما حاولتوا تتصالحوا؟ ما حاولتي انت تصالحيها، او هي ما سألت عنك مثلا تعرف وينك؟ انت بنت خرجتي من البيت ورحتي. مصممة على قرارها وانا مصممة على قراري، بس انا بحبها فما ينفعش ازعلها اكتر من كده. الموضوع معايا اتلخبط شوية. بس انت شو عم تعملي حاليا؟ انا مش بعمل، بشتغل. ايه بتشتغلي؟ يعني شو بتشتغلي؟ ادفرتايزنج، دعاية واعلان. دعاية واعلان بتشتغلي لوحدك مستقلة؟ وعايشة لوحدك؟ طيب بتسألي عن امك من وقت لاخر؟ طبعا. هي بتسأل عنك؟ بتسأل عني، بس ما تعرفش ان انا بقى، يعني بتسأل عني بطريقة غير مباشرة. انت ساكنة مع خالتك؟ وخالتك علاقتها جيدة مع امك؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات. مين المسؤول؟ امك صعبة شوية ولا خالتك؟ ماما مش صعبة، ماما حنينة، بس انا عارفة ان هي خايفة عليا، وعارفة ان هي بتعمل كل ده عشاني. بس انا برضو ليا قراري وليا حياتي. المفروض اما اكون حابة حاجة ما تغصبش عليا. وانت لما فسخ معك الشاب الخطوبة وراح، اجاكي تقدم لك خطاب جدد، بس انت رفضتي. مش عايزة تتزوجي بقى، وبعدك على علاقة مع هذاك الشاب؟ لا خلص. بس بنتكلم، بس هو يعني عايزين نرجع، بس ماما رافضة الموضوع. رافضة تماما. بس طيب رافضة، بس انه لكم سنة مفترقين انت والماما. بس عم بتشوفيه لهذا الشاب بعدك؟ لا مش كتير. مش كتير يعني عم بتشوفيه؟ مش كتير يعني. تكذبي علي ولو؟ مش كتير يعني بالسر عم بتشوفيه او بالعلن؟ مش عارف يعني. لا بس انه مش خطيبك ولكن بتشوفيه. كان خطيبي. بس هلا مش خطيبك؟ لا هلا مش خطيبي، بس بتشوفيه يعني. هو خطب شي حدا غيرك؟ هو بيحبني وبده يتزوجك؟ بس ماما مش راضية. شو بيشتغل هو؟ محاسب. بس ليش الماما مش راضية؟ هي شايفة ان هو عشان كان ما بيننا مشاكل كتير قوي فترة الخطوبة. بينك وبينها ولا بيني وبينه؟ ايه ليه؟ عدم تفاهم بقى. هلا بعد الخطوبة تفاهمتوا؟
هو بيغير عليا زياده عن اللزوم. بس فماما مش حابه هالشيء؟ لا حباه، بس يعني عاده الامهات بيحبوا الرجل اللي بيغير على بناتهم. هو بيغير حتى عليا ان انا من اهلي. من اهلك. نزولي طلوعي، يعني بده يمتلكك هو. عايز يمتلكك. وانت راضيه بالموضوع؟ طبعا. ما عندكش مانع؟ لا. طيب نهى، نحن ارسلنا الدعوه لماما جيهان، بنشوف سوا. اهلا جورج، النهارده مشوارنا في القاهره وبالتحديد زهراء مصر القديمه علشان نسلم دعوه الحضور للاستاذه جيهان احمد. استاذه جيهان احمد. ايوه. انا اسماء من برنامج جورج كرداح. اهلا وسهلا. حضرتك ربة منزل صح؟ ايوه. عندك 5 اولاد؟ ايوه. ممكن تقولي لنا اساميهم؟ ندى ونهى وشمس وساره ومحمد. ربنا يخليهم. دي دعوه حضور لبرنامج جورج كرداح. والله نتمنى حضرتك تيجي. ربنا يخليكي. ده مدام الاستاذ جورج طبعا لازم يجي. قبلت الدعوه؟ قبلت الدعوه. جورج، استاذه جيهان احمد قبلت الدعوه. يعني فعلا شكرا لجيهان ولجميع اللي بيقبلوا دعوتي بدون ما يعرفوا لوين جايين. جيهان قبلت الدعوه، هلا صارت خارج الاستوديو ناطره اشاره منا، انما مختصر القصه انه مثل ما سمعنا عندها 5 اولاد، يعني 4 بنات وصبي. نهى هي الكبيره. نهى على خلاف مع مامتها، إلهم صار سنه تقريبا ما بيحكوا مع بعض. الخلاف انه نهى كانت مخطوبه لشاب، الوالدة جيهان ما كانت راضية عن هذا الشاب لأنه شافته بيغير كتير على بنتها وبيعاملها بقسوة شوي، وكانت شايفة أنه يعني دائما الأهل هيك بيحسبوا أنه لن يسعد بنتها. إذا اختربت الخطوبة، انفصلوا عن بعض. زعلت منى وبقيت في البيت، ولكن اجاها خطاب جداد، رفضت، ما كانت تقبل. بقى نهى الآن جاي على استوديو لحتى تستعيد العلاقة مع أمها، تعتذر من أمها. خلينا نشوف شو موقف الأم جيهان من نادي جيهان. تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بست جيهان، أهلا وسهلا. تفضلي يا عيوني. أهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طمنينا كيف الاولاد. انا بشكرك على قبولك الدعوه، وشفتك ما شاء الله عم تتقبلي الرساله. الحمد لله. من ساعي البريد ومن ساعيه البريد، وشكرا جزيلا على محبتك وعاطفتك. الحمد لله. ما اول ما قالوا استاذ جورج طبعا لازم اجي يعني. تسلمي، اهلا وسهلا فيك. وان شاء الله يكون مجيئك للخير، لانه هذا برنامجنا هو للخير. صحيح برنامج المسابقات للخير، بس هذا البرنامج كمان هو ايضا للخير، وفي خير اكثر يا رب ان شاء الله. يا رب. طمنيني كيف الامور؟ الحمد لله. اخبار العائله، الاسره، زوجك مسافر؟ لا موجود. موجود. شو بيعمل؟ وكيل وزاره في الضرائب على المبيعات. وكيل وزاره. ايوه ايوه. وما شاء الله الاولاد، انت عندك صبي واحد، ولد واحد؟ ولد محمد. و4 بنات. الله يخليهم. الولد معاه كلهم حلوين؟ كلهم حلوين زيك؟ الحمد لله كويسين. كويسين حلوين. الله يخليهم. الله يخليهم. شو اعمارهم؟ نهى الكبيره بكالوريوس، وليلى تالتة حقوق انجليزي. ما شاء الله. ومحمد وساره تانية ثانوي ادبي. ومش بقى شمس دي بطلة سباحه الثالثه على الجمهوريه. وشمس قديش عمرها؟ اولى اعدادي.
اولى اعدادي يعني كم عمرها؟ 14 سنه. 14 سنه ما شاء الله، بطلة سباحه. والله كويس. في عندكم حدا بالعائله بطل سباحه وبيحب السباحه؟ كان محمد وساره، بس انا بصراحه يعني طلعتهم، بس باباها يعني ماشي معاها كتير قوي في الموضوع ده يعني. حلو. هو السبب في كده بصراحه يعني. انت يمكن عم تتساءلي ليش دعوناك الى هذا البرنامج؟ بالضبط. مستغربه. لا ان شاء الله الدعوه كتير كويسه، ويمكن تكوني انت حتسعدي فيها. اكيد. الحقيقه مش انا صاحب الدعوه، عاده في شخص اخر بيدعو شخص مثلك، انا الوسيط، يعني بيلجأوا لي إلي وانا بوجه الدعوه باسمي عشان تشرفوا على الاستوديو، وهون بصير في لقاء، بصير في حوار، بصير في محبه بقى. خير. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ ما انا اعرف ان استاذ جورج اللي دعاكي. انا اللي دعاكي، بس لا الشخص الحقيقي اللي دعاكي لا ما أعرف. طلعي للشاشه. جميله، اسم الله، الله يخليها، حلوه. مالك؟ مفيش. مفيش ايه؟ دي نوعها بنتي. هم الاولاد صايعين شويه، صح ولا لا؟ متعبين جدا. متعبين جدا، بس بيضلوا اولادنا. ايوه مش هيك؟ طبعا. نهى هي اللي طلبت دعوتك الى هالبرنامج، وانا سعدت بوجودكم اثنينكم، لانه ما شاء الله النور بشع من وجوهكم. نهى بعثت لك رساله، راح بقرا لك اياها. نهى اشتقت لك، يعني بتصور بتقول لك امي الحبيبه جيهان، ازيك يا امي؟ وحشتيني اكثر مما تتخيلي، وحين تركت البيت يا امي كنت غاضبه جدا مما فعلتيه في خطبتي الاولى، وكنت اظن انني اعاقبك بهذه الطريقه، لكن الحقيقه انني كنت اعاقب نفسي، ففي كل لحظه كنت بعيده عنك وعن اخواتي كنت اشعر انني بلا روح وانني اخطات. اكتب اليك يا امي هذه الرساله اليوم لكي اقول لك انني تعلمت من الدرس، وانني اسف على ما فعلته، وانني اريد ان احضنك واقبل يدك واعود لمنزلنا الذي افتقدته كثيرا. يا امي، ربما كان يجب ان ابتعد هذه المده لاعرف ان اكثر من يخاف على البنت في هذا الكون واكثر من يحرص على مصلحتها هي امها، وانت نعم الام. انا اسفه يا امي، وتقبلي اعتذاري، والمسامح كريم. مش هعرف اسامحها يا استاذ جورج. كتير هالقد؟ ليه؟ كده. ليه مش هتسامحيها؟ تعبتني. تعبتك اوكي، بس يعني اذا ما سامحتيها كانك تعتبريها انه مش بنتك بقى. هل هي مش بنتك بقى؟ يمكن في يوم من الايام اكيد هسامحها، بس ما اعطيتيها لخالتها خلاص؟ هي عند خالتها. بس انت اعطيتيها لخالتها؟ اخذتها منك خالتها؟ هي حبت تقعد عند خالتها فانا طيب، بس في عندها سبب. عندها سبب. المفروض انا اللي اعرف، هي يعني انا اللي افهم اكتر منها، مش هي اللي تفهم. بس الاولاد يا ست جيهان بيعتبروا نفسهم، خاصة لما بيكونوا بسن المراهقة وما فوق، بيعتبروا حالهم للأسف انه بيفهموا اكتر من الاهل. وللأسف انا تقريبا عشان عملتهم كصديقة، ولما بيكونوا في شيء هيك جاذبهم
والحب ما بيقعدوا يسالوا عن الاهل. بس المفروض يكون الحب ده يعني هو حاجة كويسة طبعا، بس يكون شخص كويس، يعني شخص يحافظ عليها وهم بيقولوا ويخاف عليها. مش بيقولوا عين الحب عمياء. معلش بس أنا أكيد بشوف أكتر منها، فلازم تسمع كلام أنا صحيح، مش كلامها هي. وهي كل بنت لازم تسمع كلام امها. أيوة طبعا. خلينا نسمعها، لانه طالما هي دعتك واجت وبعد سنه، ومثل ما شفتي بهالرساله مشتاقت لك واسفه وبدها تعتذر، خلينا نسمعها. نهى تفضلي، الماما هنا، قولي لها اللي بقلبك، تفضلي. أنا آسفة، ما تزعليش مني، ومش عارفة أعمل إيه عشان تسامحيني. بس أنا بجد وحشتيني جدا، ومش عارفة أعيش وأنتي بعيدة يعني. بس وحقك عليا، ومسامح كريم. طيب القصه بتستاهل هالقد انت كمان؟ تستاهل؟ أيوة يا أستاذ جورج، يعني هي استحملت تبعد عني ده كله. طب ما بتقولي يعني مش قادره تستحمل اكثر، عايزيها بعد إيه تبقى 10 يعني سنوات؟ ده كله ومش قادرة، كان المفروض من أول يا جيهان. من أول طيب يوم. عايزيها بعد تقعد لها شي 10 سنوات من دون ما تشوفك او تشوفيها؟ لا. طيب صحيت بعد سنه، طيب انت الشاب عندك تحفظ عليه، خطيبها اللي بتحبه، ليه؟ مالك ومال قلبها انت؟ ازاي انا شايفه اكتر؟ انا عارفه شاب ان ده موظف. مش شاب هيحافظ موظف عليها يا وبيشتغل وبيحبها وبيغير عليها، ومالك انت؟ الغيره اما تبقى زياده عن الحد شو انت بتبقى عم عدم تتجوزي؟ ثقة. هي عم تتجوزي. معلش بس الغيره اما بتبقى عدم ثقه ما بتبقى مش مرفوضه، هم الشباب مش هيك. مقبوله. هم الشباب هيك، ابوها ما كانش يغير عليكي؟ بصراحه انا اتمنى ان هي بعدين وبناتي ياخدوا البنت زي بتحب باباهم. انه الشاب يغار عليها. الغيره في الحد المعقول، مش هو كده غيرته فوق يعني ليها المعقول؟ حد. طيب ما هي متقبله هالشيء غيره عدم ثقه، يا فده ستي، ما هي ينفعش. متقبله هالشيء. لا معلش بس فيها اهانات وفيها حاجات كتير قوي يا استاذ اهانات جورج. زي الها؟ معلش هي كان يهينها؟ متربيه على يعني الحمد لله طبعا يعني طبعا. انا بس كان يهينها قدامك يعني؟ وما تحكيش انت؟ لا ما كنتش بحكي، ما تتدخلي؟ لا كنت بحاول اتدخل بس دايما كانوا يقولوا لي ما تتدخليش. طب راجعي نفسك، ما ينفعش ما. طيب هلا القصه هيدي صارت من الماضي، والشاب راح والبنت فضلت لوحدها، اجاها